تاريخ البشرية مليء بالإنجازات، من أول الكتابة للزراعة للبناء للتجارة البرية والبحرية لاكتشاف أراضي موارد جديدة. ولكن لو في قرن يتوصف بالمقارنة التغيرات الكبيرة فهو القرن العشرين، القرن اللي ظهرت فيه اختراعات غيرت تاريخ البشرية. أهلا بيكم في برنامج فادي برودكشنز. النهاردة هنتكلم عن أهم اختراعات القرن العشرين. الطيارة. زمان كنت عشان تسافر من بلد لبلد كان قدامك حاجة من اتنين، يا إما تركب حصانة وجمل وتخلي معاك أكل وشرب عشان لو أنت أو الحيوان جوعتوا تكون واخد احتياطي، ولو حصل الحيوان حاجة يبقى قابلني. والحاجة التانية إنك تركب مركب شراعية وتستنى بقى الريح تيجي عشان المركب تتحرك، ولو الريح ما جاتش يبقى يوم اسود ومنيل، تفضل ملطوع كده في وسط البحر ولا توم هانكس في فيلم كاستاوي. ولكن في سنة 1903 جم أخين في أمريكا اسمهم الأخوين رايت، فكروا في فكرة مركبة تطير في الهواء ومحتاجة حاجات بسيطة جدا، جناحات ومراوح ومحرك وعجلة سويف. من هنا ظهرت الطيارة اللي عارفينها دلوقتي. الطيارة مش بس سهلت السفر بل كمان سهلت مجالات تانية زي نقل البضائع. الصيد. زمان خالص العربية كانت عبارة عن مركبة بيجرها حصان، وغالبا صاحب العربية بيبقى من الطبقة الأرستقراطية. ولكن في سنة 1908 السيارة تصبح متاحة للجميع مع ظهور سيارة الفورد موديل تي. شكل الطرق اتغير من طرق المشاة فقط وطرق للعربيات ورصفها للمشي. التلفزيون. في البدايات التلفزيون كان محدود جدا مقارنة مع الراديو اللي كان مكسر الدنيا وقتها، لكن في الخمسينات التلفزيون استبدل الراديو. التلفزيون خلاك تقدر تشوف أحداث كبيرة زي الأولمبياد وأنت قاعد في بيتك، وأصبح من أهم أدوات التأثير في الرأي العام. ومن كتر شعبيته تم إنتاج برامج مخصصة له زي مسلسل تويلايت زون. التلفزيون مش بس استبدل الراديو، استبدل حتى السينما، من أول قنوات الأفلام لشرايط الفيديو والدي في دي والبلوراي لمنصات البث زي نتفليكس وأمازون برايم وأبل بلس. الطاقة النووية. العالم لما تعرف على الطاقة النووية كان في حادث مأساوي زي تدمير ناكازاكي وهيروشيما في الحرب العالمية التانية، ودخل العالم في عصر اسمه عصر الرعب النووي، واتجلى في أكبر أزمتين: أزمة صواريخ كوبا وأزمة انفجار مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا. ده غير اختبارات الأسلحة النووية المسببة في أزمة الاحتباس الحراري اللي العالم بيعاني منها دلوقتي. ولكن بالرغم من سوء استغلال الطاقة النووية، الطاقة دي ممكن يتم استغلالها في حاجات كويسة، من أول علاج أمراض خطيرة زي السرطان لحد توليد الكهرباء. القمر الصناعي. في سنة 1957 حصل حدث غير تاريخ البشرية: إطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنيك 1، أول قمر صناعي في التاريخ. الحدث ده خلت أمريكا تشكل وكالة ناسا للسفر للفضاء، وأطلقت أول قمر صناعي ليه إكسبلورر 1. سؤال بقى فوش، احنا استفدنا ايه من الأقمار الصناعي؟ هي مجرد أجسام صناعية بنشوفها في التلفزيون وخلاص على كده. هديك مثال بسيط. نفترض انك رايح مشوار بالعربية للتجمع الخامس مثلا، فقمت طلعت الموبايل وكتبت اسم الحي على الجي بي اس، وفجأة ظهر لك الطريق اللي يوصلك للحي. الحقيقة بقى ان الطريق ده ظهر عن طريق اتصال الانترنت بأقرب برج اتصالات، والبرج ده متصل بالقمر الصناعي. دي فايدة من فوائد القمر الصناعي، وضيف على ذلك البث المباشر للماتشات والأخبار وقياس درجات الحرارة. الكمبيوتر. تخيل معايا كده، ايه اللي هيحصل لو الكمبيوتر ما تمش اختراعه؟ ما كانش هيبقى فيه حاجة اسمها انترنت، فبالتالي ما كنتش هتقدر تشوفني وتسمعني. تخزين الحسابات والمعلومات كان هيبقى محدود بالورقة والقلم وممكن يضيع أو يتسرق. التعليم كان هيبقى محدود جدا. تشخيص الأمراض والفيروسات كان هياخد وقت كبير. مشاريع كبيرة زي السفر للفضاء ما كانتش تمت. أفلام زي توي ستوري وشريك ما كانوش اتعمل. فكرة الألعاب الإلكترونية ما كانتش هتبقى موجودة من أساسه. الإنترنت. فترة التسعينات بدأت مع حدثين مهمين. الحدث الأول كان نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، والحدث التاني كان انتشار الإنترنت حوالين العالم. الإنترنت سهل عملية التواصل بين الناس وخلى العالم قرية صغيرة، خلى مصادر المعلومات متاحة للعامة، وظهرت مجالات جديدة من خلال الإنترنت
زي التجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، الإنترنت بانكينج وخدمات التوصيل، ومنصات التواصل الاجتماعي. الميكروويف. هل تعلم إن الميكروويف تم اختراعه بالصدفة؟ الحكاية بدأت سنة 1945 لما مهندس أمريكي اسمه بيرسي سبنسر كان بيجرب جهاز اسمه الماجنترون، وده كان جهاز عبارة عن أنبوبة بتشع أشعة ميكروويف. وهي شغالة اكتشف إن الشوكولاتة اللي في جيبه ساحر، فقالك ما تيجي نجرب حاجة. هحط شوية حبوب ذرة في كيس واحطها قصاد الأنبوبة واشوف اللي هيحصل. أول ما الجهاز اشتغل المكنة طلعت في شغل. ومن هنا تم اختراع الميكروويف اللي بيستخدم في تسخين الأكل. التليفون المحمول. قبل الآيفون التليفون كان تكوينه بسيط جدا، جهاز فيه دايرة عليه أرقام وسماعة ووصل، وكل اللي عليك إنك ترفع السماعة وتلف الدايرة عشان تكتب الرقم وتتصل بيه، وتطور بعديها لجهاز عليه زرار وكل زرار عليه رقم، لحد سنة 1973 لما جت شركة موتورولا، شركة شغالة في مجال الإلكترونيات، عملت تليفون مختلف. تليفون تقدر تتصل بيه وانت في أي مكان، وكان كبير جدا، ومع مرور الوقت فضل يصغر، وصغره ده زود معاه إمكانياته، من أول الموبايلات أم زراير بتاعت نوكيا وبلاك بيري لحد الآيفون صاحب الإمكانيات المهولة. في النهاية القرن العشرين هو القرن اللي البشرية قدرت فيه إنها تحل مشاكل ومعوقات كانت بتواجهها على مدار تاريخها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.